ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وبصحة وبسلامة يا رب. عاملين ايه؟ وحشني جدا 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 جدا. انا النهاردة جايالكم فيديو بجد من احلى الفيديوهات والله العظيم، يعني حاجة كده تشرف، حاجة يعني الواحد يرفع راسه كده وهو بيتكلم عنها والله العظيم. بس اللي اول مرة يشوفني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش اللايك علشان بجد الفيديو دوت يستحق لايكات كتير، وما تنسوش بقى تعليق منكم حلو كده. بصوا انا النهارده هقول لكم الفيديو بيتكلم عن ايه. طبعا الفيديو شارح نفسه اصلا، يعني الفيديو هو جميل. بصوا يا جدعان، احنا يعني في المنطقه في اللي احنا فيها، في الشارع بتاعنا، جابوا ناس من ملجأ الأيتام وحبوا يفطروهم. يوم كده في رمضان، تعرفين رمضان بقى شهر الخير. بس بجد كان أحلى يوم، أحلى يوم بالنسبة لي في رمضان، إني يعملوا حاجة زي كده. دي حاجة حلوة. هم جابوا 4 ملاجئ أيتام. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، الأطفال كتير. عايزة أقول لكم أنا ما كنتش متخيلة إن هم هيبقوا أطفال، أنا فاكرة أيتام ويعني كبار، أنا ما كنتش متخيلة إن هم أطفال. بصوا الناس بتوع الشارع، بصوا كانوا عايزين يفرحوهم ازاي، عمالين كانوا جايبين دي جي وعمالين يرقصوا لهم ويفرحوهم. وبص هما الاعمار هم صغيرين قوي يا حبايبي، يعني انا عايزه اقول لكم والله العظيم، انا من ساعه ما شفت الفيديو انتوا مش متخيلين انا عماله اعيط ازاي عليهم. يعني انا يعني قصدي من ساعه ما شفتهم انتوا مش متخيلين انا عماله اعيط ازاي. بس يعني ما كنتش عايزة امسك، مش قادرة ان انا امسك التليفون ومنتج الفيديو. يعني مش قادرة انا مش قادرة، بس هي حاجة تشرف، حاجة تفرح. والله العظيم بجد هي حاجة تفرح. يا ريت كل منطقة وكل شارع كل اللي يقدر يعمل حاجة بجد يعملها. انتوا مش متخيلين الناس كان مفرحهم ازاي. يعني بصوا ده كان بيوزع شيبسي، هو كل اللي معدي يجيبوا حاجة ويدوا، كل ما اللي معدي يجيب حاجة ويدي الأطفال. بجد بسطوهم جدا. بصوا هم مبسوطين، يعني الأطفال مبسوطة باللي هم عملوه. أكيد هم كان ناقصهم حاجة زي كده، هم كانوا عايزين حاجة زي كده. الأطفال كانوا حابين إن الناس تعمل معاهم كده. بجد يا ريت يا ريت يا ريت، انا بشجع كل منطقة تعمل يوم في رمضان. لو كل شارع، ان احنا النهاردة كان في شارعنا، بكرة يعني في الشارع اللي كان الشارع اللي جنبينا هيعمل كده. يعني الاطفال كل اللي كان معدي كان عاوز يبسطهم بأي طريقة، اللي جاب لهم ايس كريم واللي جاب لهم شيبسي واللي جاب لهم غزل البنات وهو الراجل معدي، واللي خد الزمارة بتاعت غزل البنات وقعد يزمر وفرحهم. يعني يا ريت يا ريت يا ريت كلكم تعملوا كده. يعني الحاجة الخير انتوا عارفين ما بتترميش في الأرض، بي يعني هتنفعنا في يوم من الأيام، يعني في نهايتنا هتنفعنا. يا ريت كل اللي بيسمعني وكل اللي بيشوف الفيديو يا ريت بجد يسمع بنصيحتي ويعمل كده. مش هتخسروا والله العظيم، بالعكس انتوا مش هتخسروا حاجة. وبجد يعني انا حابه اشكر كل اللي ساهم في كده، وكل واللي كان صاحب الفكره، واللي فرح الاطفال دي بحاجه، واللي جاب للاطفال حاجه. بجد هما ناس بجد تشرف والله العظيم، ناس تشرف. انتوا مش متخيلين الفرحه اللي كانت في الاطفال عامله ازاي. يعني ربنا يجعل كل اللي عمل حاجه في ميزان حسناته. بصوا بتاع غزل البنات، بص اشترى منه البتاعة كلها ورايح يدي الأطفال. يعني أنا كنت عمال أعيط والله العظيم. يعني كان في ناس كتيرة قاعدة بتعيط على الأطفال دي. يعني هما مش ذنبهم حاجة، يعني هما فيهم الأيتام وفيهم اللي ربنا يسامحهم أهلهم رموهم. يعني بجد ربنا يفرحهم، ربنا يفرحهم يا رب. وكل واحد عمل حاجة تفرحهم
يا رب يجعل يعني كل حسنة من اللي عملها كده، يا رب يا رب يا رب تروح في ميزان حسناته يا رب. حاجة جميلة والله العظيم بجد. الفيديو يعني بيتكلم عن نفسه، انا مش عارفة اقول ايه اكتر من كده والله العظيم. يعني دي في حد ذاتها نعمة، ان لسه في خير في البلد والله العظيم. دي في حد ذاتها نعمة. يعني بصوا هو يعني حتى بتاع غزل البنات ماشي يوزع حاجة جميلة، حاجة بجد يعني جميلة جميلة. مش عارفة اقول ايه اكتر من هي تشرف وتفرح وحاجات كتيرة قوي والله العظيم. بصوا هما الشباب بتوع الشارع، بصوا كانوا بيهيصوا لهم ازاي ومبسوطين ازاي. كل الناس كانوا مبسوطة، كل الناس، واللي كان بينفخ لهم بلالين، واللي يعني كل الناس كانت يعني بصراحة عسل عسل والله العظيم. يعني ربنا يفرح قلوب كل حد ساهم في حاجة زي كده، زي ما هم فرحوا في قلوب الأطفال ديت والله العظيم. بصوا هم طبعا مش جايين لوحديهم، المشرفين هم واقفين عمالين يشرفوا طبعا عليهم. ويعني بصوا يعني ازايز المية المعدنية، واللي عمل التمر ونزل، ويعني حاجة جميلة، واللي حط البلح واللي عمل الأكل، حاجة جميلة جميلة جميلة. ربنا يا رب يجعل في ميزان حسناتهم كلهم يا رب يا رب يا رب، على الجمال اللي أنا شايفاه دوت يا رب. أنا بجد عايزة أقول لكم أنا من امبارح انتوا مش متخيلين الفرحة والانبساط والعياط في نفس الوقت، يعني مش متخيلين. يعني هم غلابة والله العظيم قوي قوي، يا عيني غلابة جدا. ربنا يبسطهم يا رب بحق الأيام المفترجة دي، يبسطهم ويبسط كل حد بسطهم يا رب. يا رب يجعل كله في ميزان حسناتهم يا رب يا رب يا رب. بصوا كل حد تعب وكل حد، يعني انتوا مش متخيلين والله العظيم الفرحة اللي هم كانوا فيها. هم كانوا محتاجين اليوم ده، يعني الأطفال كانت فعلا محتاجة اليوم ده. بس هم ما كملوش، يعني في ثانية إلا ثانية كده الفطار، وبعد كده الزيطة والزمامير والدي جي والهيصة، وعلى طول العشاء قالت الله أكبر، ركبوا الأتوبيسات وكانوا ماشيين. بس كانت حاجة حلوة، يعني هي كانت حاجة فعلا حلوة، حاجة تخلي يعني الناس كلها تعملها. يا ريت كله يشارك في كده يا ريت. بجد مش هتخسروا والله العظيم حاجة، بالعكس بالعكس ما فيهاش خسارة خالص. اللي عند ربنا ما فيهوش خسارة والله العظيم بجد، اللي عند ربنا ما فيش خسارة فيه. بصوا هما بيحاولوا يفرحوهم ازاي، بصوا بيحاولوا يفرحوهم ازاي بجد. يعني هما جمال جمال. ربنا يبسطهم يا رب، ربنا يبسطهم. يلا ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة لو انتوا بجد اول مرة تشوفوني، يا ريت تشتركوا في القناة يا رب، وتفعلوا زر الجرس. ما تنسوش تفرحونا، واللي قادر على حاجة يعملها، ما تستبخلش. اللي عند ربنا ما بيروحش، بالعكس هو اللي بينفعنا والله العظيم. فيا ريت كل اللي قادر على حاجة يعملها يا ريت. بصوا شايفين الفرحة، شايفين الفرحة اللي فيهم، شايفين الفرحة واللي عمالين يعملوه، شايفين حاجة بجد والله العظيم، حاجة تبسط وحياة ربنا، حاجة تبسط. اشوفكم في فيديو جديد على خير. واخر كلمة هقولها لكم، يا ريت يا ريت يا ريت الناس كلها تعمل كده يا ريت. اشوفكم في فيديو جديد. بصوا بتاع غزل البنات بصوا بيعمل ايه، وعربية الوافل واقفة برضو كانت بتوزع. يعني بجد بجد يعني كانت حاجة تحفة تحفة تحفة. يلا اشوفكم على خير.